الموضوع الهام آه، تحدث عن علاقته مع كندا ومسألة التجارة مع دول أمريكا الشمالية، وخصص فيها كندا أيضا، وإنه إنه الكنديين يستوردون السيارات والأمور التكنولوجيا من شرق آسيا بشكل كبير جدا، وهذا الأمر غير مقبول باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الكثير لكندا وتقوم أيضا بمساعدتها عسكريا بشكل كبير. فهذا الأمر غير مقبول. طبعا أنا راح أحكي لكم التبعات السياسية من هذا الموضوع، يعني تحليل العميق لموضوع الخطاب اللي ألقاه. طبعا أيضا تحدث عن مسألة المهاجرين، ونحن نعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مسألة المهاجرين من أمريكا اللاتينية بشكل كبير جدا، ملايين الملايين اللي بتدخل فيها، والولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة للاجئين كما أوروبا، الآية هناك مختلفة تماما. فنبه المكسيك أيضا على بعض الأمور، وقال أنه نحن لا نقول أنه المكسيك هي لازم نرجع فيها كل ال المهاجرين اللي دخلوا الولايات المتحدة الأمريكية، لكن على المكسيكيين بذل جهود أكبر، ونحن رح نقدم لهم أيضا تسهيلات كبيرة جدا. تطرق إلى موضوع المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في كتير ناس ما بتفهم شلون تدخل المخدرات على الولايات المتحدة الأمريكية، بتدخل من دول أمريكا اللاتينية أكيد، بس شو هو السبب؟ راح نتطرق على هذا الموضوع لأنه مرتبط بموضوع آخر هو طرحه، واللي هو قناة بنما. يعني صرح بكل وضوح بأنه علينا استرجاع قناة بنما. طيب شو هي هاي قناة بنما؟ شو نفهم من موضوع قناة بنما اللي تحدث فيها ترامب؟ يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى حرب المعابر المائية، وهذا هام للغاية جدا. المعابر المائية، طيب شو عندنا معابر مائية بالعالم؟ لازم ندرسها كلها نعرف شو عندنا المعابر المائية اللي موجودة. عندنا معبر البوسفور في تركيا، لدينا قناة السويس، ولدينا المعابر الأخرى اللي هي مرتبطة بالصين في جنوب شرق آسيا، ولدينا المعابر مثل باب المندب، جبل طارق، وهكذا كل المعابر اللي موجودة، حتى نفهم نحن شو يعني معنات المعابر المائية والحروب اللي راح تجي وحروب السيطرة على المعابر المائية. طبعا هو تطرق إلى قناة بنما. طبعا بدنا نعيد، أغلبية الناس ما بتعرف شو هي بنما، وين الدولة هاي تقع، إمتى هاي الدولة، شو مسألة القناة هاي. هذا راح أطرح لكم إياه بشكل سريع جدا. طبعا بنما دولة تقع على عدة محيطات وبحار، أهمها المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، أكبر محيطين. تم شق قناة في وسط بنما تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، وهاي القناة بتوفر على السفن أكثر من 21 ألف كيلومتر. وهنا في عوائد تجارية هائلة جدا لبنما تصل إلى 5 مليار دولار في السنة. ووصل عدد السفن تقريبا اللي بتمر بهاي القناة سنويا أكثر من 14 ألف سفينة، من ضمنها سفينات الحمولة. طيب القناة هاي شو قصتها؟ هاي القناة مصطنعة، يعني قناة شقها البشر. نحن كلياتنا بنعرف انه القناة اللي شقها البشر الأولى هي كانت قناة السويس، قامت فيها شركة فرنسية. عندما نجحت تلك القناة فكرت الشركة الفرنسية بإنشاء قنوات أخرى في العالم، فكان أفضل مشروع بالنسبة لها هي قناة بنما. وقتها بنما ما كانت دولة، وقتها بنما ما كانت دولة، كانت بنما جزء من كولومبيا. وضع المشروع في عام 1870 1880 تقريبا. المشروع هذا وقعت الشركة الفرنسية مع الحكومة الكولومبية وقتها بشق تلك القناة، لكن بسبب الظروف الاستوائية اللي كانت موجودة هناك انتشر البعوض بشكل كبير، لأنه جو استوائي.
صيفي، وفي رطوبة عالية جدا وأمطار موسمية هائلة، أدت إلى إيش؟ انتشار البعوض بشكل كبير، فمات 20,000 عامل أثناء ما كانت الشركة الفرنسية تشق القناة. هنا أفلست الشركة الفرنسية. الشركة الفرنسية هنا أفلست وقتها بسبب موت الهائل، اتهموا رئيس الشركة بالفساد المالي، وكولومبيا حاكمته ودخل 5 سنوات بالسجن وتوقف المشروع. الولايات المتحدة الأمريكية بعهد الرئيس رامسفيلد فكرت أنه هي تقوم بشق تلك القناة، فقامت وقعت باتفاقية مع كولومبيا وقتها. وقعت باتفاقية مع كولومبيا لتبدأ بذلك المشروع، لكن خلافات حصلت ما بين الدولة الكولومبية، الحكومة الكولومبية والولايات المتحدة الأمريكية وقتها. ما قدرت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العقد اللي كان موجود ما بينها وما بين كولومبيا أنه تشق تلك القناة. شو عملت الولايات المتحدة الأمريكية؟ في عام 1902 بالضبط قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الحركة الانفصالية في بنما، وحركت السفن تبعيتها لدعم الحركة الانفصالية اللي كانت موجودة، فحاصرت من منطقة المحيط الهادي والمحيط الأطلسي دولة بنما أو جزيرة بنما بشكل كامل، وأجبرت كولومبيا على الاعتراف باستقلال بنما عام 1993. بعدها بأسبوعين مباشرة وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة البنمية الجديدة باستئجار أرض مقابل 10 مليون دولار، وأخذت الأراضي هذيك تقريبا ما يقارب 80 كيلومتر بعرض 2 أو 3 كيلومتر بشكل كامل. وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بشق النفق، لكن صعوبات هائلة واجهتها، لأن الطبيعة الجغرافية لتلك المنطقة ما كانت مثل مصر، يعني طبيعة رملية بشق قناة السويس. في عام 2014 أنهت الولايات المتحدة الأمريكية قناة بنما، لكن ما هو بشكل الكامل. لم تكن السفن الشحن قادرة أنه كبيرة جدا أنه تمر بالقناة، فاعتمدت على هيدروليكية رفع المياه، دفع المياه، تقوم بدفع المياه رفعها ومر السفن وبعدين تنخفض مرة أخرى، وكانت تستفيد من عوائد السفن كلها الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لأنه كانت ملك للولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1977 حصلت اضطرابات شعبية بشكل كبير جدا في بنما، وطالبت الدولة البنمية وقتها أنه توقف الاضطرابات من الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تتنازل عن قناة بنما. فتنازلت الولايات المتحدة الأمريكية عن قناة بنما، لكن بعقد استمر تقريبا ما يقارب 27 عام، لعام 1999، نهاية عام 1999 بداية عام 2000 استلمت الحكومة البنمية القناة بشكل كامل، وقامت على توسيعها وتعميقها أكثر لحتى تمر فيها السفن الشحن كلياتها. طبعا الآن ترامب يطالب مرة أخرى بأن القناة البنمية ترجع مرة أخرى ملكيتها للولايات المتحدة الأمريكية بسبب العقود الدولية اللي حصلت في عام 1903 مع الحكومة البنمية. وطبعا بالنسبة للقانون الدولي يحق للولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بنما بالقناة مرة أخرى، لأنه العقد اللي وقع والتنازل فيها للحكومة البنمية كان فيها ثغرات. فمن هون بدي أوصل للفكرة. فموضوع قناة بنما يعطيك انطباع بأنه الحرب القادمة
الحرب القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية راح تكون هي كلها على المعابر المائية في العالم، راح تكون على المعابر المائية في العالم. كل المعابر اللي راح تكون في العالم راح تعمل الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة عليها، وعلى رأسها قناة البوسفور أيضا، اللي هي تربط ما بين البحر الأسود والبحر المتوسط، واللي هي تركيا أساسا ما عندها الحق نهائيا أنه تطلب عوائد على السفن حسب اتفاقية لوزان عام 1923 المادة 40 فيها. وكل المعابر المائية الأخرى اللي موجودة، يعني حربهم في اليمن للسيطرة على باب المنتب وعدم فرض أي عوائد جمركية على السفن اللي تعبر من المحيط إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس. نفس الشيء ينطبق على المعابر المائية الأخرى الموجودة في العالم. راح تكون الحروب هي حروب على السيطرة على المعابر المائية، وأيضا طرق التجارة العالمية. لم تعد هناك يعني حروب راح تكون على بسبب الثروات بالعالم، لا، أنت لما بتسيطر على الطرق التجارية في العالم وبتسيطر على المعابر المائية في العالم، فأنت سيطرت بالأكيد على الثروات البترولية والمعادن وغيرها وغيرها. خصوصا العالم يتوجه الآن على أنه التخلي عن مسألة البترول. يعني احنا بنشوف الآن تطور كبير جدا، كلها حطت سقف زمني بأنه تستبدل المحركات الموجودة عندها من المحركات اللي بتعمل في الوقود الأحفوري إلى الكهرباء. انتم شايفين يعني مثلا شركة تسلا، الشركات الصينية، الشركات الألمانية، الشركات السويدية، الشركات العالمية كلها تتوجه إلى الطاقة النظيفة. يعني بعد عام 1930 لن يكون هناك يعني صراع كبير على مسألة البترول وسيطرة على البترول، فقط الغاز، لأنه يستخدم الغاز في مسألة تدفئة في دول عديدة جدا. نحن شفنا كمان كثير من الشركات العالمية لصناعة السيارات وصناعة المحركات في العالم يعني أعلنت بشكل رسمي بأنها بعد عام 2030 أو عام 2033 أو عام 2035 أنه هي ستتوقف عن إنتاج المحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري، سواء كان بترول أو كان أي منتجات متعلقة بمشتقات البترول. هنا الصراع الأكثر هو على الرقائق، صناعة الرقائق الإلكترونية والمنتجات أو المعادن أو ما يسمى بأشباه المعادن في العالم، اللي بتدخل فيها بصناعات عديدة جدا، خصوصا في صناعة الذكاء الاصطناعي والرقائق اللي تدخل فيها. يعني مثلا سيارات صراع عليها كان مشان البترول، لأنه هي الوقود، وشركات السيارات اللي في العالم كلياتها كانت تستخدم الوقود. الآن شركات السيارات راح تعتمد على إيش؟ على الكمبيوترات، لأنه هي راح تكون كلها كهربائية وفيها عقول اصطناعية أيضا، إنه سيارة قادرة إنه تقود نفسها، سيارة قادرة إنه تتعامل مع الحوادث، سيارات وهكذا. طبعا على هذا الأساس الاعتماد سيكون على التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وخصوصا صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي. هذا أيضا يحتاج إلى تطوير بشكل كبير جدا، وهذا التطور الكبير يحتاج إلى أنواع من شبه المعادن النادرة اللي موجودة، ودول قليلة جدا اللي موجود عندها. حسب الدراسات حسب الدراسات اللي أطلقت من كبار شركات الدراسات في العالم الاقتصادية طبعا والمتخصصة في مسائل الثروات الباطنية، أنه أكثر شيء هي موجودة في مناطق سوريا، وأغلبيتها في شرق الفرات، هاي الأشباه المعادن ومنطقة جبل عبد العزيز بالذات، وباقي الكميات الكبرى اللي موجودة هي في جبال كردستان بشكل كامل. فوجود أحد الأسباب الرئيسية
لوجود القوات الأمريكية ومحاولة الصراع على شرق الفرات والحروب اللي عم تصير، نعم المعابر الاقتصادية، وأيضا مسألة وجود أشباه المعادن بشكل كبير جدا في تلك المنطقة. فالصراع العالمي رح ينتقل للمنطقة هذيك بشكل كبير، مشان تكونوا واضحين بتعرفوا شو هو الموضوع هذا. أنا ما رح أتعمق بهاي المواضيع لأنه كتير عيون ما متفتحة على هذا الموضوع لسه، وهاي دراسات عميقة واستراتيجية. طبعا اللي بيعمل في المجال الإلكتروني يعرف شو معنات أشباه المعادن اللي بتدخل بأنواع المكثفات والمقاومات الموجودة. يعني كان سابقا المقاومات عبارة عن مقاومات صغيرة جدا، مقاومات للكهرباء صغيرة جدا يكون فيها خطوط ملونة، يعني الأحمر له لون، الأصفر له رقم، والأخضر له رقم. هذا كله تطور وصار بشكل مختلف جدا عن السابق. يعني كانوا يعتمدون على لوحة فايبر سابقا، لوحة الفايبر التي يتم تخطيطها وتدخل فيها المكثفات وتدخل فيها المقاومات وتعمل الدارة الإلكترونية. الآن المسألة اختلفت تماما، صارت حجمها أصغر بكثير جدا، يوصل إلى النانومترات. وأيضا أشباه المعادن تعمل عمل المقاومات وتعمل عمل المكثفات الكهرباء. فبسيط جدا، يعني أنك تستخدم معدن بسيط لا يتجاوز الميكرو ملي منه أنه يعمل عمل تلك المقاومات وبشكل أكبر وأداء أعلى جدا. فأنت بتلاقي اللوحة الإلكترونية اللي كان مثلا الماذر بورد، أو كان مثلا التلفزيونات اللي كانت موجودة سابقا، أو أو الراديوات سابقا، كانت عبارة عن لوحة تقدر يعني ب50 سنتيمتر 40 سنتيمتر، وترسم عليها اللوحات وتثقب، وتكون هي بالقصدير الناقل يقومون بربط كل المقاومات والإدارة الإلكترونية تبعيتها. الآن أصبحت هي صغيرة جدا ما تتجاوز سنتيمترات أو حتى المسافات. حتى البروسيسورات اللي كانت موجودة، يعني المعالجات سابقا، كانت تعتمد على إيش؟ على نوع من أنواع الموصلات أيضا اللي هي دقيقة جدا. كانت عبارة عن ثقوب، بس يعني مئات الثقوب، وتجي فيها آه، المكملات الإلكترونية اللي كانت بتعمل البروسيسورات، وكان حجمها هائل اختراعها وصغرت، وأصبحت يعني الشركات العالمية المنافسة إلى مثل شركة إنتل وغيرها تتسابق في عدد الأنوية، وتتسابق أيضا في مسألة صغر الحجم والأداء العالي جدا لتلك البروسيسورات لقراءة مثلا آلاف القراءات الإلكترونية خلال ثواني معدودة. وطبعا هذا الصراع هو صراع التكنولوجيا الحديث اللي راح ينطلق إلى العالم. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بشكل كبير جدا، لأنه أكبر الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية وخصوصا تقنية السبعة نانو موجودة هي في تايوان. وكانت الصراع كلياته ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لضم جزيرة تايوان أو عدم ضمها إلى الصين. هي كانت متمثلة في مسألة شركات صناعة الرقائق اللي موجودة في تايوان. الآن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنقل تلك الشركات أغلبيتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين راح تسلم تايوان للصين من دون تكنولوجيا. وهذا هو الهدف من الموضوع. فالمسألة انتقلت الآن من الصراع في الثروات على النفط والفوسفات والثروات الباطنية إلى الصراع على أشباه المعادن اللي موجودة في العالم. أنا بيذكروا كتير ناس سيليكون، بس ما كانوا فهمانين شو معنات السيليكون. هذا مصطلح عام لأشباه المعادن اللي تدخل في صناعة الرقائق الإلكترونية. نعم، لكن هو عنده أنواع كتير. بس حبيت أعطي فكرة عن الصراعات العالمية القادمة على مستوى العالم، فقط أن الحروب راح تكون هي حروب على المعابر المائية.
بالفترة القادمة. وخطاب ترامب كان واضح كتير بالنسبة للي بيفهم السياسة الخفية، وعندما يطالب بنما مرة أخرى بعد مرور تقريبا عندنا نحن من عام 2000 إلى الآن 2024 25 عام بعد توقيع اتفاقية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبنما على سيادة بنما على المعبر المائي، تطالب الولايات المتحدة الأمريكية الآن بإعادة اتفاقية عام 1903 وأنه ترجع تلك القناة مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا قادرين أنه يرجعوها بكل سهولة سواء كان قانونيا أو عسكريا. سئل ترامب سؤال هام للغاية بعض الخطاب تبعه عن وضع في سوريا، فقال بكل وضوح أن المسألة السورية الداخلية لا تعنينا. وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من سوريا، وقال أنه سوف يقوم بحماية القوات الأمريكية الموجودة في سوريا وحلفائها. طيب هنا التصريح هذا شو بيعني؟ طيب وجود الولايات المتحدة الأمريكية في شرق الفرات، وبيقول لك نحن لا يعنينا ماذا يحصل في سوريا، شو هي الحكومة، مين يجي مين ما يجي، هذا الموضوع لا يعنينا. تصريحه واضح جدا يعني انه نحن ما رح نتدخل في الحكومة الداخلية. طيب انت اذا ما بدك تتدخل في الحكومة الداخلية حكومة سوريا شو بده يصير فيها؟ طبيعي جدا انه رايحة باتجاه الراديكالية، رح يستلمها تنظيم القاعدة وتركيا والامور هاي كلها وبتصير فيها حروب داخلية، وهذا امر طبيعي. طيب قبل يومين ثلاثة كان في وفد أمريكي من وزارة الخارجية الأمريكية والتقى مع الجولاني. رفض الوفد الأمريكي الذهاب إلى القصر الجمهوري حتى ما يحصل اعتراف بالجولاني، استقبلوه بفندق. رفض الوفد الأمريكي التقاط أي صورة مع الجولاني أو مع الحكومة، ما ظهرت ولا صورة نهائيا. رفض الوفد الأمريكي أن يقيم مؤتمر صحفي بعد اللقاء، وطلعوا لنا بكذبة أنه بسبب دواعي أمنية وطلع الوفد. لا، لأنه لم يتفق الوفدين نهائيا. لو كان متفق الوفد الأمريكي مع الجولاني كان طلعوا بمؤتمر صحفي وكانت الأمور تغيرت بشكل كامل. لكن هنا خفايا السياسة عشان تفهم شو اللي صار. ليش؟ سؤال يطرح نفسه. أول سؤال طرحته، ليش ما كان في مؤتمر صحفي؟ لماذا لم تظهر أي صورة؟ وليش بيستقبلوه في فندق نائي، يعني ما هو فندق هذاك المعروف. حدا سأل نفسه هاي الأسئلة؟ بالله عليكم حدا سأل حاله نفس هاي الأسئلة اللي عم بطرحها أنا كنت أطرحها على نفسي؟ بالضبط. هنا مهمتي أنا إني أوضح لكم شو اللي بيصير بالخفاء وبالأمور، شو هي النتيجة عن طريق قراءتين: القراءة السياسية وقراءة لغة الجسد. فشلت المفاوضات مع الوفد الأمريكي بشكل نهائي، وقرر الوفد الأمريكي من وزارة الخارجية ترك دمشق وعدم التدخل أيضا بشو راح يصير في سوريا نهائيا، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لنتنياهو بأنه يتصرف مثل ما بده في سوريا. لهيك طلعت أنا امبارح، كان امبارح ولا أولت امبارح، قلت لكم أولت امبارح يمكن، قلت لكم لا تستغربوا أبدا أنه نتنياهو خلال الأيام القليلة القادمة يجتاح دمشق. شوفوا بدي أقول لكم كلام وهام للغاية. أكثر من سيضر سوريا ويقسمها مين؟
تحليل أخي، أنا بعطي من عندي، أنا أعطي تحليل واحد ولا أعطي تحليلين، واحد فقط. أكثر دولة ستقوم بتدمير سوريا وتقسيمها هي تركيا فعلا. بالتصريحات اليوم اللي طلعت منها كان فيدان بكل وضوح. هذا شوفوا، بدنا نقارن بشيئين مهمين للغاية حتى نفهم السياسة على المضبوط وماذا يرسم للمنطقة كلياتها. كل الدول العالمية الغربية طبعا، وحتى من ضمنهم روسيا، قالوا بشكل واضح وصريح لا يمكن إنشاء حكومة إلا بالحقوق الكردية. لا يمكن أبدا. والمشكلة حتى بوتين قالها بكل وضوح أنه المشكلة تبعية الأكراد هي مشكلة قديمة جدا، لأنه الغرب بالأساس كان وعده أنه بيعمل له دولة وما عمل الدولة هاي، فتفاقمت المشكلة ويجب حل القضية هاي. لم يستطع الأسد أنه يحل المشكلة هاي في سوريا على سبيل سوريا، لكن الحكومة القادمة يجب عليها الحل. التصريحات الأمريكية، التصريحات الأوروبية بكلياتها ما بدي أعيدها وحدة وحدة، حكوا عن هذا الموضوع بشكل واضح وصريح. عندما يأتي هكان فيدان ويعلن بشكل واضح وصريح بأنه الحكومة القادمة ما راح يكون فيها القوى الكردية اللي محسوبة على الكرد، يعني قسد وغيرها، راح يكون موجود بس حسن خيري، جماعة أناكسي، وهذول ما بيعبروا عن حلول بالنسبة للشعب الكردي أبدا. هذا يعني طبعا لما تقول الولايات المتحدة الأمريكية ما راح نسحب من شرق الفرات، والعالم كلياته بيقول لك لازم ندعم شرق الفرات، ولازم تركيا ما تدخل له، ولازم توقف الكتائب هاي كلياتها، لأن هناك صار معناته في طرفين في العالم شد وجذب، كل الدول العالمية من طرف وتركيا من طرف آخر. طبعا مشروع العقوبات وغيره وغيره، أنا ما بدي أدخل بالتفاصيل، لكن بدي أفهمكم المسألة وين دايرة ووين رايحة. فهنا صار عندنا فريقين موجودين، والقوى المحسوبة على الإرهاب اللي موجودة في داخل سوريا شئنا أو أبينا، والطرف الآخر القوى العالمية الأخرى اللي موجودة ومن ضمنهم روسيا أيضا. فهذا يعني أنه في قوى كتير على أرض سوريا رح تتصارع بسبب الأتراك وسيطرة الأتراك. طبعا اليوم كان من الواضح جدا بأنه الحكومة التركية جندت كامل مخابراتها وقوتها في الداخل السوري، وطلع لك وقال لك نحن قال الرئيس أردوغان سندعم تشكيل حكومة سوريا، سندعمها اقتصاد، سندعمها بالنفط، سندعمها بالأمور وكذا، لحتى ياخذ الحكومة باتجاه بعيد جدا الحكومة اللي راح تصير. طبعا في منافسة كبيرة جدا ما بين الأتراك والدول الأخرى أيضا على الأراضي السورية، وهذا شيء معروف. يعني الدول العالمية كلها على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات والدول الأخرى كلها راح تعمل على إيش؟ على أنه تركيا ما تتمكن من الحكومة السورية. طبعا الخطر القادم على الأردن قريب جدا، وأنا قبل سنة ونص حكيت لكم عن هذا الموضوع، بس راح أوضح اليوم من وين راح يجي الخطر على الأردن. كنت تقولي لي هون وهنيك وكذا، أنا كنت أتحفظ على بعض الأمور فيها. رح نشهد قريبا اجتياح إسرائيلي للأردن. السبب أنا بقول لكم إياه، حسب الوثائق الدولية في استقلال سوريا كانت منطقتين من الأردن هي تابعة لسوريا، على ما أعتقد هي الرمثة ومنطقة أخرى شو كان اسمها، لا مو إربد، الرمثة أو إربد، ممكن إربد. منطقتين هي كانت تابعة لسوريا. هاي منطقتين راح تجتاحها إسرائيل، وراح تقوم إسرائيل بإفراغ كل العرب اللي موجودين في إسرائيل الفترة القادمة إلى تلك المناطق، الزرقاء والرمثة. الزرقاء، نعم، الزرقاء، منطقة الزرقاء ومنطقة الرمثة، شكرا للي ذكرني فيها. منطقة الزرقاء ومنطقة الرمثة ستقوم إسرائيل باجتياحها بالفترة القليلة القادمة. نحن بنشوف هلا كمان تحركات داخل سوريا بشكل كبير جدا،
خصوصا منطقة الساحل ومنطقة الجنوب السوري. يعني عمليا تركيا بهذا التدخل عم تقسم سوريا إلى دول، وراح يحصل بالفترة القليلة القادمة. ولا تنسوا الكلام اللي قلت لكم إياه، أنه خلال الفترة القليلة القادمة ممكن يجتاح نتنياهو الشام دمشق أيضا، لأنه اليوم وصلوا إلى بعد أقل من 7 كيلومتر من العاصمة دمشق. اليوم أعلنت إسرائيل بشكل واضح وصريح بأنها لا تبعد عن العاصمة دمشق أكثر من 7 كيلومتر. أنتوا كتبتوا لي الزرقاء، يا أخي غلطان ولا مو غلطان؟ أنا أذكر بالتاريخ قريتها قبل سنوات طويلة جدا. هذا مو مهم. في منطقتين الرمثة منهم، لكن المنطقة الثانية أنا ما يذكرني الذاكرة الآن اسم المنطقة هاي. هي كانت تابعة لسوريا. هذا المهم عندك الاسم ولا المهم عندك الفكرة؟ ممكن يكون إربد، نعم. راح أراجع معلوماتي. أنا قاري قبل أكثر من 15 سنة، يمكن 16 سنة أو أكثر حتى. زرقاء قريبة من عمان، ممكن. المهم لا تكتبوا لي أسماء من عندكم وكذا. في منطقتين كانت منها الرمثة بتذكرها بشكل واضح أنه هي ألحقتها بريطانيا مع الأردن. وفي منطقة ثانية أيضا ما تذكرني ذاكرة الآن. في تلك المنطقة تقوم اجتياح إسرائيل باجتياح، وأعتقد هي الزرقاء. حتى أنا مصر ممكن يكون الزرقاء، لأنه الذاكرة عندي بتقول الزرقاء حاليا. المهم ما هو مهم هذا الموضوع. الموضوع المهم للغاية بأنه تركيا بتدخلها هذا في سوريا عم تقسم سوريا بشكل واضح. كل طرف عالمي سيدعم الطرف الموالي له ضد الأتراك، وهذا أمر طبيعي. وأكبر من يضر في السوري والشعب السوري هم الأتراك بصراحة. تركيا دمرت سوريا تدمير. هلا هون ما بدي أحكي لصالحنا ككرد ولا مو لصالحنا ككرد، وصالح من وصالح من. أنا أتحدث بشكل عام عن السياسات اللي عم تصير بالشرق الأوسط والأخطاء اللي عم بيقعوا فيها السوريين. من الواضح جدا أنه السوريين يتوجهون إلى حكومة راديكالية غير مقبولة الأطراف الأخرى فيها كلها. وأنتوا تشوفوا اجتماعات وكلام وكذا، وهذا كله هراء ليس له أي أساس من الصحة، لأنه الأتراك لن يقبلوا بأي طرف موجود إلا بموافقتهم. فنحن ذاهبين هنا إلى حرب في سوريا، هي حرب صراعات بالوكالات بين الدول العالمية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في منطقة شرق الفرات والمناطق الأخرى اللي راح تتدخل فيها الدول العربية بشكل كبير جدا. يعني الحديث عن فيدرالية، والحديث عن دولة ديمقراطية، والحديث عن راح يسووا حكومة والأمور هاي، لا. شوفوا أن التعيينات اللي عم بتصير حاليا على مستوى فقط الحكومة الانتقالية، كل الوزراء اللي تم وضعهم كانت بموافقة تركيا، وأغلبهم كانت قوى راديكالية تابعة لتنظيم القاعدة. وهاي المعضلة الكبرى اللي مو حاسس فيها السوريين أبدا. نعم، يعني دولة راديكالية يعني تقسيم سوريا، لا مجال. ما في أي قوة في العالم تستطيع تجبر الشعب السوري بكل مكوناته الموجودة أنه يحكم طرف واحد فقط، لون واحد فقط على سوريا، وهذا مرفوض رفض بات. عشان تكونوا واضحين أنه لوين رايحة سوريا. طبعا راح يحاول الجولاني السيطرة على كل القوى الأخرى اللي موجودة، منها الجيش الوطني وغيره وغيره. والأتراك راح يعملوا على مساعدته بهذا الأمر لحتى يتمكن أكثر
من كل القوى الموجودة على الأرض. راح نشوف بالفترة القليلة القادمة، وأنا قلت لكم دخلنا بالأسبوع الثالث، وكنت أقول لكم انتظروني، ما راح أحكي إلى ما أن ينتهي الأسبوع الثالث، بس اليوم حكيت ولسه ما انتهى الأسبوع الثالث. يعني انتظروني الأحد القادم، انتظروني الأحد القادم، وراح نتحدث في مواضيع هامة للغاية، وراح تنكشف، تكون الخريطة انكشفت. قلت لكم فقط 3 أسابيع، فقط 3 أسابيع، وكل هالمعمعة هاي اللي شايفينها انتو، والصورة والانتصار والفرح والكذا وهاي، راح ينقلب بشكل كبير جدا، وكل المنكوع كمان راح يرجع بيكوعوا، وبدأوا يكوعوا هلا مرة تانية. أنا عارف المشهد وين رايح، لكن بوقتها لو قايل وحاكي كانت تعرضت لهجوم من الدنيا كلياتها. فأنا بعرف بأي وقت لازم أحكي فيه، وبأي وقت لازم أصمت فيه. فالآن الصورة واضحة. اليوم بدأ العالم ينقسم إلى قسمين بشكل واضح وصريح، وحكينا عن هاي الاصطفافات منذ شهور طويلة جدا. قلت لكم راح تجي مرحلة راح يصير فيها اصطفافات كبيرة، يعني ما ضل شيء اسمه انت توقف بالوسط مع هاد ولا مع هاد، ولا انت رمادي ولا مو رمادي. انا احكي على مستوى دول والاحزاب والمنظمات والهيئات. اليوم بشكل واضح وصريح يطلع حكان فيدان ويقول للولايات المتحدة الأمريكية: يا أما نحن في سوريا، ويا أما قوات سوريا الديمقراطية. وهذا أمر خطير للغاية، وهذا وزير خارجية دولة مثل تركيا. وبذكركم هذا كان رئيس المخابرات التركية لفترة طويلة قبل أن يستلم وزارة الخارجية. تعرفوا شو يعني معنات رئيس مخابرات دولة مثل دولة تركيا؟ وما كان هذا خطاب سياسي أبدا. الخطاب اللي ألقاه اليوم في سوريا هو ليس موجه للداخل السوري، هو عفوا للداخل التركي، موجه للداخل السوري، وموجه للدول العالمية. إذا كانوا أصدقائنا السوركيين الأغبياء ومطايا المعارضة وجماعة أردوغان اللي مطبلين وخليفة أمير المؤمنين يظنون أنه قادرة تركيا أنه تتغلب على العالم كلياته، بيكون وهم، بيكون وهم جدا. طبعا اللي أثبت كل كلام اللي بحكيه هو قوات سوريا الديمقراطية على الأرض. صح، خسرت هي منبج، وكان هذا بتوصية من الولايات المتحدة الأمريكية لتفادي ضرر أكبر. طلعت من الشهباء ونقلت الأهالي أيضا لمشروع أكبر وتفادي مصائب ممكن تكون قادمة بالفترة القادمة كانت.